بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأستغفر الله، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله محمد رسول الله وعلى آله آل الله سيما المولى بقية الله عجل الله تعالى فرجه وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أبارك لكم أيها الموالين هذه المناسبة العطرة، ذكرى ميلاد سيد الموحدين إمامنا يعسوب الدين علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأيضاً أبارك لكم جميعاً ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الثورة ويحفظ قائدها، وأن يرحم الشهداء الذين ضحوا وقدموا من أجل انتصارها ومن أجل حفظها واستمرارها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا، ونقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. موضوع حديثي للكلمة حق. آمل من الإخوة المضيفين يعني شوية لا يشوشوا على الإخوة. للكلمة حق. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وعظيم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. طبعا ربما الوقت متأخر، وفي هذه المناسبة العظيمة نحن نحتاج إلى دقة نظر، ونحتاج إلى مطالعة دقيقة فيما يرتبط بحقيقة المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولا يسعني في هذه العجالة أن أعطي هذه المناسبة حقها، ولكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله. أيها الإخوة الأعزاء، هنالك الكثير ممن عرف علياً بكثير من الجزئيات، عرفه أيضاً من خلال القرآن، عرفه من خلال بيان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هل تبع لما يعرف أو لما عرف؟ كلنا نعلم معرفة الحق أمر مهم، ولكن أهم من معرفة الحق اتباع الحق. ربما الكثير من الناس يعرفون الحقائق، لكن في العمل تراه منحرفاً. مثال على ذلك بسيط: من البشر لا يعرف قبح الكذب وقبح الظلم؟ هل هنالك أحد لا يعرف بذلك؟ حتى الطفل إذا ظلمته وإذا كذبت عليه ينزعج، ولكن هذه المعرفة هل أدت إلى العمل عند الكل؟
لذلك الآية القرآنية تقول: وأكثرهم للحق كارهون. هم يعرفون الحق ولكنهم يكرهونه في العمل. فلذلك أعزائي، المعرفة لوحدها، معرفة الحق لا تكفي. لذلك في الدعاء ورد: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإذا المعرفة لوحدها لا تكفي. أولئك الذين خالفوا رسول الله من مثل أبي جهل وأبي لهب كانوا يعرفون النبي حق معرفته، لكن اتباعهم له الهوى لم يسمح لهم بذلك. فلذلك أعزائي، المعرفة لوحدها لا تكفي. لذلك علي قال سلام الله عليه: ما ترك لي الحق من صديق. فلا نتصور نحن الذين نتبجح بمحبتنا وولائنا لعلي أننا أفضل من غيرنا. لننتبه مع كل احترامي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فربما علي يأتي في زمننا هذا يخالفه الكثير ممن يعتقدون به، لأن الحق مر. فلذلك أعزائي، أولئك الذين خالفوا عليا ما كانوا أقلية، وإنما كانوا أكثرية. ومن هنا أحببت أن أشير لهذه النقطة، وقد أشرت لذلك في أحاديث سابقة، وهو أن معرفة الإمام وأهمية الإمام وضرورة وجود الإمام وأهمية الإمامة وضرورة الإمامة تبرز عند الإنسان في العمل، لا تبرز فقط من خلال الكلام والقول. أشهد أن عليا ولي الله، لكن هل أعطيت ضريبة هذا الولاء؟ أنتم تعلمون بذلك الذي جاء لعلي وقال: يا علي إني أحبك. فماذا قال له أمير المؤمنين؟ قال: إذن استعد للبلاء.